أهلا بيكم في آخر الحلقات التعريفية لتطبيق باب العز. أول تطبيق مصمم خصيصا لإدارة ورش ومراكز صيانة وخدمة السيارات. النهاردة هنتكلم عن قسم المخزن اللي من خلاله بتقدر تدير كل قطع الغيار والخدمات اللي عندك في المركز، وبتعرف إيه قطع الغيار اللي موجودة عندك وعددها وأسعارها وإيه الشركة اللي صنعتها. يلا بينا نشوف ونروح على قسم المخزن. من هنا كده ندخل الرقم السري بتاع الإدارة وندوس على تسجيل دخول. هيفتح لنا جدول كبير فيه كل قطع الغيار والخدمات اللي بنقدمها في المركز. ندوس على عرض كل التفاصيل من فوق هنا على الشمال، بنلاقي ان كل قطعة غيار مكتوب اسمها من هنا والكمية بتاعتها اللي هو عدد القطع دي اللي موجودة في المركز، وعندنا كود الصنف وده رقم بيكون خاص بكل قطعة عشان توصل لها بسهولة وما ينفعش يتكرر، بتكون انت عارفه عشان توصل للقطعة بسهولة. وبعدين بيكون عندك الماركة بتاعة القطعة وسعر الجملة اللي انت اشتريتها بيه من التاجر وسعر البيع اللي انت هتطلع بيه للعميل، وهيظهر عنده في الفاتورة اللي هتتبعت له. وبعدين عندنا كمية التنبيه اللي في الاخر دي، ودي كمية انت بتحددها عشان لما القطع اللي في المخزن توصل للعدد ده يبدأ يتبعت لك تنبيه يفكرك عشان تبدأ تزود الكمية من تاني. يعني مثلا لو انت عندك هنا تيل فرامل الفيرنا ده، اول ما يبقى فاضل تيلين بس في المخزن هيتبعت لك تنبيه ان انت محتاج تزود الكمية عشان الكمية قلت قوي. طب لو انت عاوز تعدل بيانات صنف او تحذفه خالص تعمل ايه؟ بتلاقي في جنب كل قطعة هنا كده 3 نقط على اليمين، تقدر ان انت تعدل البيانات بتاعة القطعة دي، سواء اسمها او الكود بتاعها او الكمية بتاعتها، الماركة، سعر الجملة، سعر البيع، اي البيانات بتاعتها، تنبيه عند وصول الكمية اللي احنا قلنا عليها دي. وبعدين بتدوس اضافه اللي تحت دي عشان تقدر ان انت تعدل البيانات اللي انت عايزها، او ان انت تدوس على الثلاث نقط وتدوس حذف، فهتتحذف القطعه دي من المخزن عندك ومش هتبان تاني خلاص. ولو عاوز تضيف صنف جديد بتدوس على اضافه صنف اللي فوق على اليمين دي، وبعدين بتدخل اسم الصنف وكود الصنف والكمية والماركة وسعر الجملة وسعر البيع والتنبيه عند وصول الكمية. والموضوع مش مقتصر على قطع الغيار بس، انت ممكن تضيف الخدمات كمان، زي لو انت مثلا محل بتغير زيت فتقدر تضيف المصنعية بتاعة تغيير الزيت في بند لوحدها، او تقدر تضيف مثلا المصنعية بتاعة تربيط العفشة. ونفس الكلام لو مغسلة، لو غسيل داخلي او خارجي، تقدر ان انت تضيف القيمة بتاعته وتعملها في بند لوحدها. وتقدر ان انت تضيف اسم الصنف وكود الصنف والسعر بتاع البيع بس، مش لازم تدخل باقي البيانات لان هي مش قطعة غيار. وبعدين بتدوس على اضافه اللي تحت دي، وبكده تكون ضفت قطعه جديده في المخزن عندك. وتقدر طبعا لو عدد القطع عندك كتير فتقدر ان انت تبحث عنها من فوق هنا كده وتدوس بحث، هيظهر لك كل القطع اللي بنفس الاسم من هنا فوق. وبكده نكون شرحنا قسم المخزن بالتفصيل ونكون خلصنا سلسله الحلقات التعريفيه لتطبيق باب العز. لو عندك اي سؤال او استفسار ما تترددش ان انت تتواصل معانا. نتمنى ان الشرح يكون كان سهل وبسيط والتطبيق نال اعجابكم ويسهل عليكم الشغل باذن الله. وكده احنا خلصنا، وربنا يديم العز عليكم، وسلام عليكم.